ابني عنده 10 سنين، كل ما يقعد يذاكر الاقيه يبص في السقف فوق، الاقيه قطع كلمة نصين ويسأل سؤال تاني في حتة تانية خالص. مش عارف اخليه يركز ازاي، مش عارف اتعصب ولا اضحك ولا اعمل ايه. السر مش في التركيز، السر في الطريقة اللي تتكلم بيها معاه في العمر ده. اديله الاختيار، بدل ما تقول له يلا نذاكر علوم، قول له تحب نبدأ بالرياضة ولا نبدأ بالعلوم. حاول تخليه يشرح الدرس كأنه معلم. في البداية هتحس انه مش فاهم، بعد كده هو هيحاول ان هو يركز ويثبت المعلومة جواه علشان خاطر يثبت وجوده. حاول تقسم له الوقت الى فترات قصيرة، يذاكر ربع ساعة، بعدها 5 دقايق راحة، شوية رسم، شوية حركة، يشرب شوية مية. بعد كده اديله هدف صغير، قول له النهاردة احنا هنكتفي بالفقرة دي بس، والمهم عندي ان انت تفهمها صح. اوعى تقلل من سرحانه. لما تلاقيه سرحان وشارد حاول تسأله هو انت كنت بتفكر في ايه، وادخل معاه في اعماق فكره وشوف ايه اللي جوه دماغه. ابنك مش محتاجك كمراقب، محتاجك كصديق. ابنك كبر وبقى عنده شخصية، بس ما كبرش بالطريقة اللي يتحمل الضغط عليه بيها. حاول ان انت تقرب منه وحاول ان انت تفهمه، هتقدر تتخطى المرحلة دي. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ابنك وهو في الاعدادية هيعمل ايه. اشترك في القناة وفعل الجرس، وسلام.